بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقيت المجلس رقم 11 من مجالس علم الفرائض، هذا العلم الجليل الذي نحن في أمس الحاجة إليه، بل خاصة في هذا الزمان حيث تطرح القضايا الكثيرة بالآلاف على مستوى المحاكم بسبب عدم تطبيق أحكام هذا العلم. ومصدر هذا العلم الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة. مثلا العلم قيس مازال ذا قرآن كسائر العلوم، ولكن هذا ذنسغيث الدواء أطاس بوغورن يتعيشين يمذانا ذين يعنان تركة المال يعني ربي سبحانه خلق الإنسان وفطره على حب المال، يعني الإنسان جبل فطر على حب المال. هكا الإنسان يحمد يكسب، والشرع استجاب لنداء الفطرة بالطريق الحلال. إن ذاتني فردان ثير قوى الحلال فاننت، ثير قوى يحرمن فاننت، يزمر يونم يفغث العقل هذه السعو المال سر الرشوة ذي الحرام، ويظن هذه التعدي في تريكة يستماس نغبث مثنيس إلى آخره. صافي ماشي هكا. لذلك ربي سبحانه ذي نسيق فضال يمذان مرة العلم علم الفرائض ما كان نحصى ذي المجالس الني إعدان أكون نسمي كثير نفوك أصحاب الفروض صحاو لهنا، نفوك ميراث الجد ونرناياس، نفكد مسائل تطبيقية بعدما انتهينا من أصحاب الفروض بالتفصيل واختمناها بميراث الجد، ثم درنا حلقة خاصة تطبيقات عن ميراث الجد لصعوبة ميراث الجد. كما تعرفوا حضرتوا ميراث الجد يوعر مليح الفريضة أن ديل الجد توعر. من بعد نفكي نخدم حصة خاصة نخدم أمثلة تطبيقية عن ميراث الجد. ثم يمكن نحصى أصحاب يعني الورثة لأن ثلاثة الأصناف، ما تبغي ضروري يوصل 4 ثلاثة الأصناف أري ورثا. أصناف الورثة 3. الصنف الأول أصحاب الفروض. ما معنى أصحاب الفروض؟ هم الورثة الذين لهم أنصبة مقدرة مفروضة في الكتاب والسنة، وقالوا يفكر ربي سبحانه كقوله تعالى للرجال، الآية 7 سورة النساء وما بعدها: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. أكيد ربي مفروضة. من بعد روح المدينة: يوصيكم الله في أولادكم، الآية 11: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك 2 على 3، وإن كانت واحدة فلها النصف. وبعدين ولأبويه الوالدين لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، سدس أنسيزيام مما ترك إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد وارثه أبوه، فإن لم يكن له ولد وارثه أبوه فلأمه الثلث إلى آخره. بعد ربنا: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. روح من بعد الآية 176 من سورة النساء، الآية 7 الآية 11 الآية 12 الآية 13، روح من بعد الآية 176 من سورة النساء ذين قال ميراث الكلالة. المهم أتممنا أصحاب الفروض صحاو لهنا نفوك كيثن لا كاتيجوري أصحاب الفروض نكفاث. ثورا نغال الصنف والسين. الصنف الثاني هم اسمنا العصبات، لو كان غرسك إن شاء الله. إلا صنف 3 اسمس ذوي الأرحام أثنغر إن شاء الله. ما إلا يموت ودي جارك وقال يوم الإسلام التركة أتروح
الأمة تروح خزينة الأمة، خزينة الدولة، تروح البيت المال، سمية ساكن تبغيض في كذاكية كذا وظنت من بعد إن شاء الله. ثورة أصحاب العصبات، يعني الصنف الثاني. أنوي العصبات؟ العصبات مدينة كلمة عصبة، عصبة، يعني تحمل معنى القوة من مستقبل تاع الصابت هادشي قارن تشد قرو تتكسفوت تتكس القوة. وكلمة العصبة من معانيها اللغوية جماعة قوية، جماعة قوية. سورة يوسف اسمي سيدنا يوسف بابا سيدنا يوسف فينا ياسي والراويس قال يوسف تيتوشن اسمي سنة نفكر يوسف ثناوي يلعب ويلعب يرتع ويلعب وإن له لحافظون يعني سوق تيتوشن. من بعد ذا شو السنان فإن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. أما نحن عصبة، نحن جماعة قوية ما يقدرش الذئب يأكل يوسف من بين أيدينا. أمشي كزمر يوسف أثيتوشن نكوني جماعة قوية كما توصف من المشمال الجانب اللغوي. الاصطلاح اصطلاحا هم الورثة الذين يرثون كل التركة، يستأثرون بالتركة عند انفرادهم ويرثون الباقي عند وجود أصحاب الفروض. كان كالسهلة ما إلا يوني موثي جد يونس العصبينس مثلا يوني موثي جد كان فافاس فقط كل شيء فافاس، يوني موثي جد كان ميس فقط كل شيء ميس، ما يوني موثي جد كان غماس شقيق كل شيء غماس يوني قلا لا. ما إلا سنوات مثلا أين دي جا بنادم أذي فضوف سنوات مثلا يموت يوني جد ثلاثة دريا الراش كل شيء يغالي والراش وهكذا عصبة بالنفس. نغو كذا أصحاب العصبات ما إلا لن أصحاب الفروض العصبات يتأخرون في التوريث فيرثون الباقي بعد أصحاب الفروض. مثلا يموثيوني جد أب إيجاد يماس أو كذبافاس يماس من أصحاب الفروض تيماس من أصحاب الفروض أين دي يقولان يعني يماس شحال ثورث ثيس ثلاثة ذاك ما إلا ولاش الفرع الوارث ثيس ثلاثة تروحي يماس خاطر هي فرضها مقدر محدد شرعا في الكتاب وفي السنة. لذلك أين دي يقولان الذي يروح رفافاس خاطر فافاس يسعى غفرنوس وايض هو من أصحاب الفروض وقد شرحناه. في الوقت نفسه يسعى الصفة الثانية هو من العصبات عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا كهذه ربينات القرآن الآية 11 من سورة النساء ولأبويه الوالدين لكل واحد منهما السدس في ستة مما ترك إن كان له ولد مثنقي ما يسعى الدريا أما ذا قشيش ما تقشيش تماسين ما تثاء ليهم. فإن لم يكن له ولد ورسالة الدريا إما أوريجوي جرى أصلا سيليباتير عازب إما يجوج ورسالة الدريا أشو دينا رب سبحانه وورثه أباه فلأمه الثلث. ربي سبحانه يفذرد كان لوانتير الثلث نتاع الأم. ما معنى ذلك؟ بلا ما يند نفهم ربي سبحانه فهم المعنى يستقي لغة القرآن بلاغة القرآن خاطر كاين في القرآن كاين باش نفهموه كاين مفهوم كاين المنطوق كاين المفهوم وكاين دلالة النص وكاين دلالة طاسي قلان دلالة الإشارة دلالة العبارة فحوى الخطاب لحن الخطاب نحواج قواعد أصولية كثيرة من أجل التعامل مع نصوص الوحيين. أنا عاميه ربي ذاك يودينا شحال يورث الأب نفهميت مفهوم. المنطوق أن الأم ترث الثلث فلأمه الثلث إيه الأب أين دي يقرن ما إلا أرقزاكي جاد
أقشيش جاد 60 قطارن بكال 60 قطارن يمس الثلث صافي ساعة 20 صافي فافاس 40 مباشرة الباقي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه إناد ذي الحديث إناد ميقموثي ونفكت الفرائض هي أصحابها من بعد إنك ميلا باين كفانا كل الفرائض إنك في لأولى رجل ذكر لازم يكون رجل العصبة أساسا الذين ذكر ذكر سنرد الإناث ما عدا في حالتين استثنائيتين فيما يتعلق بالعصوبة مع الغير سيأتي البيان في الوقت المناسب. ثرى مثلا العصبات لان ثلاثة ذا الأصناف أنواع العصبات ألف باء جيم. ألف عصبة بالنفس والعصبة بالنفس 4 جهات بنوة أبوة أخوة عمومة. باء عصبة بالغير. جيم عصبة مع الغير. سنشرح إن شاء الله باستخدام السبورة. بسم الله. وكذلك العصبات نفوك أصحاب الفروض ثورة قلنا نكشم في موضوع العصبات. يلا العصبات نشرح من حيث اللغة من حيث الاصطلاح ثورة الأنواع نسم يعني أما ذي الاصطلاح معنى العصبات للنافذ من ذي القانون قانون 84/11 المعدل والمتمم بالأمر 0502 المادة 150 الارتيكل 150 ميلا ذين يعنان الأنواع أنواع العصبات أثدنا في المادة 151 الارتيكل 100 يعني 151 هكا. يلا ثورة مثلا أنفذوا أنواع العصبات. ألف أنكتب ذاكي عصبة بالنفس ذا شوث بالنفس حواج ولا ديون إيمانيس كانت زمر إيمانيس باش نفهم بالمثال يتضح المقال العصبة بالنفس لن 4 جهات أنت نخدم يوث ثم زواروث اسميس جهات البنوة دريا في السناث اسميس جهات الأبوة في 3 اسميس جهة الأخوة ثقمات في 4 اسميس جهة العمومة. هذا بنوة أبوة أخوة عمومة. هالبنوة ما دينض أميس نميس عاصمة كسي تغلطضة الابن ابن الابن مهما نزل وقيم مقارن البنوة لا بارك الله فيك ودفدير غير ثق شيشين نغد أميس أميس نميس أميس نميس نميس روح رزدت صوب ثق شيشين لا خاطر ثق شيش ما تكشمد هذه يبدل اللوجيسيال هذه يبدل السيستم تماما باش نركز كل حاجة تنسلس وقوم كانيس نقصد البنوة خاطر نكون العصبة ناد الذكور كل يونس وموريس نعم ديون وسيث مثلا وشحال يبردان شي مرة علم الميراثاكي ولاش من سيد الدونيث هاكا يعني يستجيب علم الميراث لجميع احتمالات الدنيا ياكل probability du monde
ماشي كان الشعب الجزائري ينسل من مليار هناك الكلمة يردونيث ياكل الاحتمالات لي بروبابيليتي اللي انت ذي علم الميراث. لذلك هذا العلم يمثل وجها من وجوه الإعجاز في الوحي المعجز في الرسالة الخالدة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يلا جهة البنوة صافي نقصد داكي الرش دوراو براش تدوض ماشي الراو نتقشيشينا لا خاطر تبدل نغد الرش الراو براش تدوض يعني مهما نزلوا تجي جهة البنوة هذا مثل أدنيني مثل هذا الابن ذا ابن الابن مهما نزل هاثني لو قال هاثني كلاسيتنا أسنخنا كل كلاس مو يونيون. الأبوة مثل الأب فافاس أب الأب أي غير دنيا أب الأب باش نغلطها مهما على خاطر غير دنيا غير الجدود لا يون كل يوم دين غير ساعة فافاس مبافاس الجديس فافاس قماس الجديس مخلفا فافاس مبافاس جد عصبي من أصحاب الفروض ومن العصبات من أصحاب الفروض قد شرحناه ولكن فافاس قماس جديس يماس وقي من ذوي الأرحام الجد الرحيمي كل يوم ينقص داكي اي غاش داكي اب الاب باش نغلطاره اب الاب فافاس مبافاس وروح ذا السما. يلا جهة الأخوة مثل الأخ الشقيق يماس شقيق وابن الأخ الشقيق وغيرهم. وكذلك الأخ لأب يمس فافاس دمي فرير الأخ لأب وابن الأخ لأب يسكن يغد الأخ لأم لا خاطر غير الأخ لأم ثلاث يمسيث الماس الأنثى الأخ لأم اللي دومي فرير يعني الإخوة من جهة الأم هم من أصحاب الفروض فقط ما عندهم الصفة نتاع العصوبة لا يماس وقي ماشي من العصبات وقي من أصحاب الفروض يماس ينقص داكي يماس شقيق أكذ مسن يماس شقيق مسن يماس شقيق قيم كانك نغ يماس فافاس نغ مسن يماس سفافاس مسن يماس سفافاس هذا نمس فهم. العمومة مثل العم الشقيق وابن العم الشقيق وغيره نغ العم لأب وابن العم لأب بمعنى أديني عميك شقيق ذي جماس مبافاش سيماس فافاس وكذا شقيق ولكن جماس مبافاس سفافاس كان هو كاع عم من جهة الأب صافي كل حاجة تروحكم كانيس ومخالف ندير قراد عميك أشقيق يعني ذي جماس مبافاك سفافاس سيماس يزوار عميك سفافاك كان ميزوارا ثقي قرنس الترجيح بقوة القرابة كما سيأتي البيان هاثان فكيثا وقياك شمنك ذي العصبة بالنفس العصبة بالنفس هم هؤلاء. السؤال المطروح الآن كيف يكون الترجيح؟ يلا الترجيح علامة استفهام البيان فلاش نروح
سطبلو واحد. خاطر ثم ما يوني قلان إذا كان الإنسان مات وترك ابنا كل شيء ميس سهل. ما يوني موثي جد كان فافاس كل شيء فافاس يسهل. إما يموثي يوني جد كان كماس شقيق كل شيء كماس نغاث مثنيس دنغايس تماس ثمانيس. إما يوني موثي جد كان عميس كل شيء عميس. يعني إذا مات شخص وترك ابنا أو أبا أو جدا أو أخا شقيقا أو عما من جهة الأب أو عما شقيقا معناه العاصب بالنفس إذا كان وحده يستأثر بكامل الميراث. هذا هو المراد. ولكن السؤال المطروح كيف يكون الترجيح عند تعددهم؟ يكون الترجيح وفق قواعد الترجيح. إذن هذا الترجيح ذكي. الترجيح يعني أمك ميزوار. الترجيح يكون بالجهة. هذا هو واحد. الترجيح بالجهة تجيد المعيار لو بارام وجيد المعيار نتاع الترجيح. مثلا ما يمثيون ترك مثلا أبا وأخا شقيقا مات عن أب زيد أخ شقيق. يموثيوني جد فافاس كذا ما شقيق ذاكي الأب يدي كلش نغلا. لا الأب عاصب بالنفس. الأب كاف تا كل التركة. أخ شقيق ميم حا محجوب حجب حرمان باشو بالأب. السبب بالجهة. يوان سمحتي كيني تجي غد موثق تجي غد فافا تجي غد كيما تسيليني يسين فافا تسيلي تسيلي غاس كيما كيف ولكن دي القراد انويك زوار نوري ذا الاب سوا شو الجهه. خاطر الاب ينتمي الى جهه الابوه والاخ عندها كلاسيط جهه الأخوة وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. إما إلا موثق جيغ دمي أك ذكما أنو إذا مزورو إذا كذا الابن ينتمي إلى جهة البنوة والأخ ينتمي إلى جهة الأخوة وجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة. صافي أمي زوار إجماع. إما موثق جيغ إجماع أك ذا عمي ذكما خاطر إجماع جهة الأخوة يزور ارثاسة العم ذا قريب ولكن يفعل الزرام يونوس نهضر خصائص علم الميراث لي كاركتيرستيك علم الميراث. برمي لي كاركتيرستيك علم الميراث للنات مراعاة قوة القرابة. المعني الشرع ربي سبحانه يطف en كونسيديراسيون في الاعتبار يطف يعني القرابة أمك ميزوارا الورثة أكن ملند ذي قريبا ميزوارا ويثني زوارا وين غادي خلقا ذا الشرع أكيد لا. أثنى مسفهم الترجيح بالجهة. ولكن اثنين إذا اتحدت الجهة هكا عند اتحاد الجهة يكون الترجيح باش بالدرجة في كل جهة يوث أمشي ذا غنخدم الباري مامشي. مثلا إموثيون إيجاد مات عن أخ شقيق وابن أخ شقيق. الأخ الشقيق كاف تا
ابن شقيق ميم حا حا محجوب حجب حرمان باش بالدرجة وغد كان رغوري معليش مثاغ جيغ ديما أكذ مسنجما نساني ثني الشركية الجهة كيف ذات مثلا ولكن شنو ثني شو زوارا خاطر يغير ذيكما مسنجما يصوب طرف أنو يدي قرفنا أكثر ذيكما غاس الشركية لا كاتيجوري الصنف ديون اسميس جهة الأخوة أكان غلا كشما دي سمحية العموم أدين وكذا كيف العموم وقيث كد جلوبالمون لي ديتاي أدين درجو وقي ذا عمي أشقيق هذا وقي ذا عمي سفاذا وقي ذمي سن عمي أشقيق شمضي التفاصيل لي ديتاي مي شوفني شركناك ذا العموم أكيد نخدم لا في كوا دين بريزونتي لا فامي دين وكذا كي العموم وكذا كي الخول ذا مخالفا سي نورمال ما نكشم ذي التفاصيل سي نورمال نتكلاسيض الكلاسمون العم الشقيق يزوار العم بس وهكذا وهكذا نمسفهم مي احيانا اذيليون اتحاد في الجهه وفي الدرجه انعمه انكتب في ثلاثه عند اتحاد الجهة والدرجة يكون الترجيح باش بقوة القرابة هات صح ذاك الدرجة ذاك الجهة ذاك قوة القرابة مثلا مات عن أخ شقيق وأخ لأب أخ شقيق كاف تا أخ لأب ميم حا حا محجوب حجب حرمان باش بقوة القرابة يلا مثاغ جيغ ديما شقيق جيغ ديما سفافا دمي فرير يعني تركت أخا شقيقا وأخا من جهة الأب كلاهما جهة واحدة نغلا ذيوث الجهة ذيوث الكاتيجوري أدين ذات مثنيو أكارا دينير يمكن ذات مثنيو صافي كيف ميم قراد زيد ذا غني غد ساعة نفس الدرجة كيف جما ما شمس نجمة خاطر ما دين مس نجمة نزلت أدين وقيد جما وقيد مس نجمة كنت غير كنا غد جما الحالة الثالثة نتاع الترجيح عند اتحاد الجهة واتحاد الدرجة يكون الترجيح بقوة القرابة شو المعنى يس المثال ما يمثيوني جاد يمس شقيق ويجاد يمس سفافاس صافي سيناكي ذات مثل سي النظام الجا يوث الدرجة ذي يوث ميم قراد نيض ماشا ما كادي نيض ميس نجما شقيقة وكذ جما شقيق لا كيف هادي إجما خويا ذا شو ثني فرقان قوة القرابة هادي نيض إجما شقيق ذي جما سفافا ذي يما ما ذي جما سفافا ذي جما سفافا كان صافي يوني ساعة يوناكا صاحب القرابتين مقدم على صاحب القرابة الواحدة سي لوجيك غادي نضويهين جما شقيق ذي جما سفافا ذي جما سيما ولكن ما ذوايض ذي جما ولكن سفافا كان صافي نويك زوار ذاكي الشرع ولا القانون إزوار جما أشقيق هذا هو بارك الله فيك شكرا عقلا بميزان العقل هذه موازين شرعية
هي موازين عقلية منطقية، يعني بدل ما يستخدم اللاغيس هذه في اللوجيك، يعني شيء منطقي تماما. يلا من هنا تأتي هذه قواعد الترجيح، موازين الترجيح، هذا وكل هذا متعلق بالعصبة بالنفس. العصبة بالنفس ما إلا كدنا الدكلا، يعني خلظا إلى قضية الميزان ترجيح أغرفال ذا شو ذا غرفال ذوا أغرفال مزوارو يكون الترجيح بالجهة. المثال المذكور الأب مثلا مع الأخ الشقيق، فالأب مقدم على الأخ الشقيق والترجيح كان عن طريق الجهة. ثم عند اتحاد الجهة والدرجة يكون الترجيح عند اتحاد الجهة يكون الترجيح بالدرجة، كقولنا الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق، العم الشقيق وابن العم الشقيق، باين. فالعم الشقيق مقدم على ابن العم الشقيق باش بالدرجة. ولكن عند اتحاد الجهة والدرجة يكون الترجيح بقوة القرابة. نفكد مثال، مات عن أخ شقيق وأخ من جهة الأب، فالأخ الشقيق يرث كل التركة يستأثر بها السيوث النكمال، ماذا الأخ الجهة الأب لا يرث شيئا، محجوب حجب إسقاط أو حجب حرمان، باش بالأخ الشقيق أي غار بقوة القرابة، وهو الميزان الثالث للترجيح. هذه قواعد ذهبية وموازين للترجيح بين الورثة إذا كانوا ينتمون إلى جهة العصبة بالنفس. الآن نديروا إضافة في النوع الثاني، تمهيد الدرس اللي تدون إلا ذاك هضرت في الجهة في العصبة بالنفس، إلا ويض سميس العصبة بالغير. ذا شو العصبة بالغير؟ كما يدل عليه اسمه، أن دريلي أذيرين تسولاس تقشيشين يتوعصفن أكد مثلا السنت. مثلا البنت أنو تعصفن الابن، البنت تتعصب بالابن، يلي سميس ميم قراد نفس الدرجة. غادي نض يلي سنميس أكد نميس أكا نغثيك ولا سيلي يلي سنميس أكد نميس أنزل ملمي إذا كانت في حاجة إليه أنعميه. ذاك غير من الحساب مهم جدا، لكن تتعصب بنت الابن اللي سنميس بابن الابن متى إذا كانت في حاجة إليه أنعميه القريب المبارك. ولكن الأخت الشقيقة والتماس تشقيق أنوي التعصبي بالأخ الشقيق غادي نجي ولتما ذيكما ميم قراد نفس الدرجة. غادي نجي ولتما السفافة أك ذيكما السفافة. الأخت من جهة الأب تتعصب بالأخ من جهة الأب. وكذا كي ربعة ياكي البنت تتعصب بالابن، وبنت الابن تتعصب بابن الابن، والأخت الشقيقة تتعصب بالأخ الشقيق، والأخ من جهة الأب تتعصب، والأخت من جهة الأب تتعصب بالأخ من جهة الأب. وكذا كياك في الشركة في القاعدة إديوسان ذي سورة النساء الآية 11 عند دين ربي سبحانه للذكر مثل حظ الأنثيين. في القاعدة ما ينم ثجاد كماس كذو التماس إيجاد مثلا 120 مليار سنتيم. أشحال ثور تقشيش 40 مليار. أشحال يورث قشيش 80 مليار دوتير. مع انت قد يورث ضعفين أكا ضعف الأنثى. كيف القاعدة نفسها
تطبق على البنت التي تتعصب بالابن، وبنت الابن التي تتعصب بابن الابن، والأخت الشقيقة التي تتعصب بالأخ الشقيق، والأخت من جهة الأب تتعصب بالأخ من جهة الأب، طبقا لقاعدة أو لقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. وقناص العصبة بالغير ستأتي الأمثلة التطبيقية في الدرس في المجلس القادم إن شاء الله. إلا وثلاثة: ند ألف عصبة بالنفس، ب عصبة بالغير، جيم عصبة مع الغير. ذا شو ثواقي ذا قلنا حالة فقط إذا قسنت نشفو. ذا شو انت الحالات يتعلق الأمر بالأخت الشقيقة والأخت من جهة الأب. الأخت الشقيقة تتعصب بالفرع الوارث المؤنث البنت أو بنت الابن مهما نزل ومهما نزلت، فتصبح الأخت الشقيقة في مقام الأخ الشقيق إرثا وحجبا، فترث الأخت الشقيقة التي تعصبت مع الغير ما يرثه الأخ الشقيق، وتحجب ما يحجبه الأخ الشقيق. والأمر كذلك بالنسبة للأخت من جهة الأب، زائد الفرع الوارث المؤنث، تصبح في مقام الأخ من جهة الأب إرثا وحجبا، ترث ما يرثه وتحجب ما يحجبه. هذه هي القاعدة. استقبالي العلم يحوج لا كونسونطراسيون توتال، يحوج إلى تركيز تام باش بعد ما تفهم ولا يركز ولا يفهم. لا ونحوج كان السين مقارش وتريكس. العصبة مع الغير يعني صيغة التمثال، والتمس يما تشقيق أكد والتماس سباباس. والتماس تشقيق ما إلا يذس الفرع الوارث المؤنث. أنو الفرع الوارث المؤنث؟ يا إما ذي الليس بني مثن، يا إما ذي الليس نميس، يا إما ذي الليس نميس مهما نزلت. ذاك السغال الأخت الشقيقة والتماس تشقيق أماكن ديال القراد، أماكن ديماس شقيق أتورث أين يورث وتحجب وكذا يحجب. ذا التمس ذاس ما إلا يلس الفرع الوارث المؤنث البنت أو أكثر أو بنت الابن أو بنت الابن مهما نزلت، ذاكي أماكن تغال ذي الأخ من جهة الأب إرثا وحجبا، أتورث أين راه يورث وتحجب أين راه يحجب. تفاصيل تطبيقية لهذه المسائل سترد إن شاء الله تعالى في المجلس القادم إن شاء الله وقدر. والسلام عليكم ورحمة الله.